صباح الخير. تبييت الضفيرة هو الموضوع مش صعب ولا حاجة، بس هو عايز شوية تركيز. بمعنى يعني حتى لو الشاسيه متقفل، مكنة واقفة مفيش أي مشكلة خالص، والفرش راكب والعجلة والجمجمة عادي. كل اللي بنعمله بنفك بدال الفرامل والتنك وبنبدأ نبيت في الضفيرة. أول حاجة بنعملها هي إن إحنا نجمد الضفيرة كده من قدام، بحيث إن هي إيه؟ يبقى في سهولة في التعامل وهي ماشية من جوه الشاسيه. وبنحط سلك الدبرياج ده من هنا وبنعديه من الناحية التانية بنفس الشكل كده. اوكي؟ نبدأ نعدي كده، مفيش أي مشاكل. أهو. نحط إيدينا من هنا نعديه. تمام؟ بس بنيجي بقى نقسم هنا اهو كده. دول بتوع الفانوس اللي ورا، اسود اصفر ازرق، بيمروا من هنا الفتحه الصغيره دي بيخرج من هنا كده. ده الفانوس. ودول بيخرجوا من هنا اللي هو بتاع الكهرباء، والساعة اللي بيركب في الروزيتا بتاعت الموتور، والسلكة الزرقاء في الموبينة التكدير بتخرج من هنا. الفتحة اللي فوق دي طبعا احنا في كاوتش بنحطه وكده، بس احنا ايه عشان سهولة التعامل بنقرب عليك، لكن احنا مش هنقفل كده طبعا، لان في كاوتش بيتحط هنا، كاوتش شاسيه، بس عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك اهو. دول اللي بيوصلوا ايه في الروزيتا الكهرباء اللي جايه من الساعة، والازرق بيخش لموبينة التكرير. وده السلك بتاع مكنة الفلاشر ديت، والتلاتة دول بيخشوا للمنظم، منظم الكهرباء. وده ترمل ده بيتربط مع منظم الكهرباء، الاصفر رمادي اسود بيركب في المنظم. ثواني اجيب لك منظم. منظم اهو، يبقى راكب ناحية البطارية، يعدي من هنا يطلع من الناحية دي وش كده. طبعا ده بيتربط في جسم المكنة الشاسيه مع ترمل دوت، وادي الاسود وادي الاصفر وادي الرمادي. وده في جسم الشاسيه ليه مكان، والفيشه دي بتاعت مكنه الفلاشر. يبقى الجنب ده كده خلاص مفيش اي مشكله. ديت السلك ده رمادي في اخضر وازرق في ازرق، دول بيعدوا من هنا بيطلعوا من هنا من عند البدال ده. دول بتوع مكنه الستوب، عشان طبعا ما بندوس اللمبه ايه كده اهو.
وعندنا هنا قرب كده، ده السلك بتاع العوامه، لونه ابيض في اسود، والالوان دي على كل المكن على فكره. بيخرج من هنا بيخش فين؟ في العوامه في التانك. تمام. وده زي ما قلنا بتاع الستوب بتاع الفرامل بتاع البدال. وفي السلكين دول الاصفر والبنفسجي، دول بتوع صوابع الفلاشر، الصوابع اللي بتركب هنا، في صباع بيركب هنا وصباع الناحيه التانيه، نخرج منهم السلك من هنا. اللونين دول اصفر وبنفسجي. الاصفر شمال، يعني مالكش دعوه باللون البنفسجي، اي اصفر في السلك بيبقى الناحيه التانيه شمال كده، الجنب اللي ورا. بنيجي هنا بقى بنفك طبعا ايه التجنيط دوت. بس بنفك طبعا السلك بالشكل دوت كده، احنا كنا مظبطينه اهو. طبعا معانا السلوك ديت، بناخد دول الفيشتين دول اللي هم بتوع العداد. بيركبوا ازاي بقى؟ بنمسك دوت الفيشه دي كده معايا اهي. هو الموضوع سهل وبسيط، يعني انا مش عايزك تبقى ايه تحس ان الدنيا كبيره وزحمه وصنعه اهو. طلعها كده من هنا اهو معايا، ندخلها هنا اهي. تمام. في الحته دي ناخد الفيشه الثانيه الجنب ده بقى الناحيه دي اهي. برضه نفس الحكايه، تطلع بقى ايه جنبها الناحيه الثانيه. تمام. بناخد سلك اللي هو ده بتاع مفتاح الفلاشر الناحيه الثانيه، اللي هو الانتظار شمال ويمين اهو. نجيبه الناحيه دي كده. يعني الكلام ده مش قصه ان الشاسيه فاضي وكده، لا، ما هو حتى لو الفيسبا متقفله وهتغير لها ضفيره بس ما فيهاش مشكله يعني، برضه عادي يبقى الفرش الناحيه دي والدنيا عندك هنا فاضيه مفيش اي حاجه يعني. والجمجمه طبعا بتبقى ايه خادعها ما فيهاش مشكله. بنطلعه منين؟ من الجنب ده. نيجي هنا ده دول بقى بتوع الايه الاشارتين معايا. احنا قلنا طبعا اي اصفر شمال، يعني اي سلك فيه اصفر يبقى ايه ناحيه الشمال. بنجيب ده كده من الناحيه دي، نجيبه كده نطلعه فوق كده اهو. في بقى الفتحه اللي هي هنا اهو اهي، بص اهي، يخرج منين؟ من هنا اهو، يروح لفين؟ للفلاشر. طبعا الفلاشر طالع منه سلكين، اللي هو الكهرباء والارض اللي بيبقى في جسم المسمار، والناحيه الثانيه اللي هو البنفسجي في البني نفس القصه اهو كده، برضو نفس الحكايه، يطلع من هنا اهو مفيش منه اي مشاكل. تمام 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 تمام. ده بقى مفتاح النور. مفتاح النور ده بقى بنجيبه كده، بص اهو من هنا برضو نفس الحكايه. بس احنا بقى بنخرجه ازاي؟ لان في تريح طبعا. بنجيبه من هنا من الناحيه دي، ما يجيش ورا. ليه؟ انا الفكره تعالى من فوق هنا. الفكره ان يبقى المكان ده فاضي، لان سلك البنزين بيعدي من هنا لازم يبقى مستريح، ما يبقاش فيه حاجه مضايقاه. وده بتاع مكنه الستوب اللي بيركب في مكنه الستوب بتاعت الفرامل. ده برضو يبقى عادل كده بنفس الشكل، يطلع من نفس المكان اهو. تمام. عشان انا عندي في جرابات هنا دبرياج واتنين فتيس وواحد ايه
وبرضه هعمل لك فيديو للجرابات تبيتها ازاي، فاهمني؟ دول بقى السلكين القصيرين دول اهو، والرمادي في الاحمر في الاصفر ده، دول بتوع زنان الفلاشر. بيجي من الناحيه دي كده اطلعه اهو، وادي طبعا مكان الزنان بيركب هنا، اللي هو ايه الخوصه دي، يبقى فيه الزنان اركب فيهم ايه الاتنين دول، والرمادي ده بيروح للكلاكس، والاخضر في الاسود لفيشه الكونتاك البطال. بس مفيش اي حاجه يعني، وانت اصلا لو غاوي وفني وانت يعني ناوي تفك هتبقى برضه فاهم وفاهم وانت بتفك يعني انت ده ايه وده ايه، فالمعلومات عندك هتبقى بسيطه مش سهله. ويا رب الموضوع يكون الشرح يكون سهل يعني، ويا رب تستفيد. واي حاجه تقف قصادك على الموبايل بتاعي يعني مفيش مشكله، حتى لو انت شغال جرب ما تخافش واشتغل، مفيش حاجه هتبوظ لان انت كده كده بتغير ضفيره بايظه، ففور واشتغل مفيش اي مشاكل يعني. يلا السلام عليكم.